سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الفل أو يا مساء الفل على حسب ما بتشوفوني دلوقتي. شايفين بقى القمر اللي قدامكم ده تعالوا نعمل زبادي بيتي حلو قوي، أحلى وأنضف وأضمن من اللي ممكن تشتريه من بره، وأوفر بكتير جدا. احنا عارفين بولة زي دي دلوقتي ممكن نجيبها بكام؟ مش أقل من 5 6 جنيه، ممكن تكون أكتر كمان. انت بقى تعملها في بيتك وضامنة كل حاجة فيها. شايفين زبادي حلوة قوي وعامل قشطة وكريمي وطعمه تحفة. يلا بقى معايا الطريقه، ما تنسوش في لايك وشير وسبسكرايب. اولا كل سنه وانتم طيبين. انا جبت كيلو لبن كده، وانا كنت ماسكه الكاميرا بايد الشمال وبحط اللبن بايد اليمين، فعشان كده وقعوا شويه على البوتاجاز. حزنت والله عشان كنت لسه داعكه البوتاجاز ومنضفاه، بس يلا بقى مش اشكال. كله هو عشان خاطر عيونكم، الكاميرا بتمشي لوحدها يا جماعه عادي. المهم، انا حطيت اللبن غلي. كيلو اللبن بعد ما غلي حطيته في البوله الواسعه دي عشان اقعد كل شويه اقلب فيه عشان ابرده بسرعه. بقلبه كل شويه لسببين: اولا عشان يبرد بسرعه، والتاني سبب مش عايزاه يعمل قشطه، عايزاه يبقى كله منه في، تبقى القشطه كلها جوه اللبن، لان لو عمل قشطه وجيت اقلبه فطبيعي تبقى مكلكعه جوه. تمام. حطيته في البوله زي ما انتوا شفتوا، وقعدت اقلب فيه لحد ما برد. ولما لقيت ايدي بتستحمله، عامل زي عارفين رضعه البيبي كده، رحت واخده منه حبه لبن في دورق او في كوز او في شفشق، خدت عليهم معلقه لبن بودره. وانا بغلي اللبن كنت حاطه معلقه سكر. المعلقه السكر دي حلوه قوي، بتشيل المزازه اللي في اللبن اللي في الزبادي. خلاص، وجبت كوبايه زبادي بلدي عاديه خالص من اي لبان عندك. اللبن ده لبن من عند اللبان، والزبادي زبادي من عند اللبان. لو انت عايزه اللي هو طعم الشركات، اللي هي الجهينه والحاجات دي، هتجيبي اللبن. اللبن والزبادي نفس النوع. خلاص. انا مسكت الهاند بلندر بتاعي، حطيت شويه لبن، حطيت كوبايه الزبادي الصغيره، حطيت معلقه اللبن بودره، واديهم تقليبه كده بالهاند بلندر. مش شرط هاند بلندر، ممكن خلاط. مش شرط خلاط، ممكن بالمضرب اليدوي. تمام، كل حاجه تبقى شغاله معاكي. اديته تقليبه كده، دوبت كده الزبادي قوي فيه. وبعد كده رحت نزلت ببقيه اللبن واديتهم ضربه كمان يا دوبك يختلطوا ببعض. بس كده مش اكتر. قولوا لي بقى رايكم في الزاويه بتاعه التصوير دي ايه، علشان انا الحامل كانت انجي بتصور. ومش هينفع ان انا اشتغل كل دوت وماسكه الموبايل بايد وشغاله بالايد التانية. فعشان كده فكرت في الفكره دي، كنت عاملاها قبل كده عند ماما. بصوا بقى، انا جايبه البولات اللي هي الصغيره دي. في تحطي بقى في كوبايه، تحطي في فخار، ايا كان بقى تحطي شغال معاكي في كل حاجه. هخلص احط بس كل الخليط كده. عايزه بقى انت تضعفي الكميه وتعملي حاجه تقعد معاكي يومين 3 براحتك. انا بس قلت اديكوا الفكره، وانت بقى براحتكم، تعملي اقل تعملي اكتر مش مشكله. لو نفرين هيبقى حلو عليهم، نص كيلو هيعمل لهم تقريبا كده 4. خلصت الخليط كله بتاعي، حطيته في البولات وحطيته واحده في الكوبايه واتنين في الفخار. وتعالوا بقى نقول للتفريز طريقتين. تفريز يا زوزو؟ صح صح. طريقتين عشان اسوي بيهم الزبادي. واحده هحطها على الرخامه والتانيه في الفرن. هيبقى عندك اختيارين تختاري منهم اللي يريحك، والاتنين نتيجتهم مضمونه ونتيجتهم حلوه قوي. خلاص، انا بس حطيتهم في صواني كده، وهبتدي بقى جايبه ميه مغليه من الكاتل، يا دوبك احط ربع الصينيه مش اكتر. خلاص، هعمل له زي ما بيقولوا كده حضانه. اسفه بقى جدا على صوتي، لان انا الحمد لله بفضل الله يعني تعبانه. زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا دي مجرد ما حطيت فيها الميه غطيتها بفوطه ودخلتها الفرن مسخناه 3 4 دقايق. ولعت الفرن وقفلت الفرن 3 4 دقايق، وبعد كده رحت طافياه ومدخله في الزبادي. ودي البوله التانية ديت او البايركس التاني دوت حطاه على فوطه زي ما انتم شايفين، وهحط برده ربع ميه وهبتدي اغطيه. ودي اللي هتتساب بس على الرخام. فانت عندك حاجه تعملها في الفرن وعندك على الرخام. خلاص، ده من بالليل للصبح. يعني انا عملته بالليل وفتحت عليه تاني يوم الصبح. تعالوا بقى نشوف فتحنا عليه لقينا هتصدموا من النتيجه والله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى، شايفين لسه ما دخلش التلاجة؟ بصوا، متماسك وحلو وكريمي. وبصوا كله، يعني انت ممكن دلوقتي تاكليه، مش شرط تحطيه في التلاجة. انا عايزه اقول لكم ما تحطش في التلاجة نص ساعه، عشان انا كنت عايزه اصور الفيديو واخلصه واعمل له صوت عشان ينزل لكم بدري. شايفين كمان اللي في الفخار؟ انا بعشق الزبادي اللي في الطواجن، بعشقه، حلو قوي وطعمه خرافه.
يبقى انت عندك الطريقتين كده، ممكن تعمليها في الفرن او غير الفرن. وادي كمان البوله اللي كانت مع الفخار، شايفين؟ متماسك وحلو قوي. واللي في الكوبايه كمان، يعني بص بقى مفيش حاجه هتقف قدامك، اطباق كوبايات فخار هيمشي معاكي في كل حاجه. خلاص هنا بقى ايدي اتحطت، يعني يا دوبك طرف صباعي كده اتحط غصب عني في الطبق، شايفين؟ زبادي حلو قوي ومتماسك وكريمي ومضمون، وانت عاملاه في البيت. قولي بقى انا الكيلو عمل لي التمانية دول، التمانية دول بسم الله ما شاء الله ياكلوا يعني. بصوا القشطه اللي بشيلها ازاي بالمعلقه، بصوا تحفة، وما فيهوش مية، يعني ما فيهوش ذرة مية من جوه، وخفيف وجميل وطعمه حلو، ومعلقة السكر واللبن البودرة مدياله طعم حكاية. ممكن بقى تطلع كمية اكتر من كده كمان. لو كمية، لو انت تعبي الحاجات اقل. انما لو زي ما انا عزوزة عاملاها كده، انا بعمل يا جماعة كل يومين كل يومين كل يومين. خلاص. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. اتمنى اكون افدتكم، اتمنى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم جدا جدا جدا، ونفسي عيلتي تكبر بيكم. متنسوناش بدعوة حلوة. يا رب دايما اشوفكم مبسوطين وتضحكوا، واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم.